في حاجات دبلانة تتقشر الأول. بس المفروض انها قد كده 4 مرات، دي لسه صغيرة أصلا. بس شايفه في اللي حاجات جواها دبلانة خالص اهيت. شايف اللي جواها لا عامله باشمهندس ازاي. أشرف، احنا عايزينك تيجي ضروري، الله يخليك. ابيض ومنها. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. النهاردة احنا في أرض في منطقة أبو غالب. الأرض ديت كانت بتشتكي إن هي فيها ضيبات كتير قوي، وفيها اصفرار شديد قوي في اللون، وعفن جذور وشتلات غايبة يعني كان مجموعة من المشاكل نتيجة إهمال شديد في الأرض. فابتدينا نمسكها تقريبا من شهر 5. ابتدينا نشتغل عليها. كان في بعض المقاومات اللي ناقصة في المكان وابتدينا نشتغل عليها. يعني كان مثلا زي السران، كان السران هنا أبيض، وأنا من الناس اللي ما بحب السران أبيض في الشغل خالص. قلنا السران الأبيض أو الأخضر ده بيبقى في مناطق معينة، مش كل المناطق اللي ينفع فيها السران الأبيض، لأن السران الأبيض دوت بيشيل حاجات بسيطة من الإضاءة، فده محتاج مكان يكون الرطوبة فيه عالية جدا. فده المناطق الساحلية هي اللي تقدر تعمل القصة ديت، مش المناطق الصحراوية زي اللي احنا فيها. ففي المناطق الساحلية ممكن حتى من غير سرام ممكن تشتغل، ان الرطوبة بتعمل نوع من انواع الكفر للنبات، ان هو ما يتأثرش بلسعات الشمس. اما في الاماكن الصحراوية زي اللي احنا فيها ديت لا بديل عن السران الاسمر، والتصدير ما بيقلش عن 63. في بعض الاماكن كمان ممكن تبقى اشد من كده في التظليل. فابتدينا بالخطوه الاولانيه زي ما انتم شايفين، احنا هنا مركبين 2 سران، يعني السران القديم مرضتش اشيله وجبت سران تاني اسمر خفيف شويه وحطيتهم على بعض عشان يديني نسبه الاضاءه اللي انا عايزها. دي كان اول خطوات اللي خلت منظر الزرع زي ما انتم شايفين كده. الناس النهاردة 16/1/2025، يعني احنا في عز الشتاء هنا في مصر. عشان الناس اللي بتتفرج علينا من برا مصر، احنا هنا في عز الشتاء، وزي ما انتم شايفين كمية نموات خضراء طالعة معانا، ولا اكننا في عز الصيف. يعني حتى السرطانات مش ملحقين عليها هنا. طب هل ده طبيعي؟ يعني انا لسه مصور لكم في مزرعة امبارح ومنزل فيديو، مفيش الكلام ده خالص، مفيش نموات اساسا. ليه؟ المزرعة هنا كانت جعانة مية، جعانة تسميد، عليها ستريس من الإضاءة. يعني انت جمعت كل العوامل بتاعة إجهاد النبات وحطيت النبات فيه. فانت متخيل بقى لما شلت بقى الاسترس بتاع الإضاءة الشديدة وحطيت له سران. ادي أول حاجة. بعد كده المية، كان احتياجات المية هنا ضعيفة جدا، بيحطوا مية ضعيفة جدا، وكان في مشكلة في المية. الناس ظبطت المشكلة بتاعة المية وقدرت تحصل على مية، فالمية هنا بقت مظبوطة زي ما احنا شايفين في الأرض كده. برنامج تسميد، كان برنامج تسميد مفهوش أي كيماويات خالص، كان برنامج تسميد بيعتمد على شوية حاجات بسيطة خالص. طبعا عملنا برنامج تسميد مختلف وجديد خالص. الكلام ده طبعا عقبال ما ابتدينا واتحركنا واخدنا موافقات واشتغلنا في الكلام ده كله، فخدت معانا وقت، سحبت معانا شوية. فالنبات أول ما خد كل العناصر مع بعضيها، هو النبات لسه مستمر في إن إحنا في عز الموسم. يعني في هنا إسمار يعني لحد دلوقتي، يعني ده إسمار جديد أهو، يعني في إسمار كمان، إحنا في شهر 1، فاهمني؟ في سرطانات. يعني المنظر هنا لو انتم مش قايل لكم التاريخ، كل الناس هتقول ان هو في عز الموسم. دي المنظر ده يا جماعه، ده كان منظر الارض زمان اهو. الارض كانت معظمها طبعا دي ناشفه، ده من التاثيرات اللي هي بتاعه الحراره الشديده اللي احنا كنا بنتكلم. تخيل بقى انت تبص على الزرع تلاقيه كله بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده طبعا ساعه اللس، ويادي بعد ما غيرنا الاضاءه وغيرنا برنامج التسميد، النبات طالع ومكمل معانا وزي الفل. فانت متخيل لو انت مزرعتك كانت بالمنظر دوت، فاهمني؟ كان نفسيتك هتبقى عامله ازاي؟ طبعا ده نتيجة عدم معرفة بايه الاشياء اللي هي محتاجها الدراجون. اهو لو بصينا على الارض يا جماعة اهي، ادي التأثيرات اللي هي القديمة طبعا خلاص، ولا اكن ليها لازمة. خلاص النبات بص طلع جديد، اختلاف 180 درجة اهي. كل اللي احنا شايفينه اهو، اهو دي
انا بس بوريكم الارض كانت عامله ازاي، وممكن احط لكم فيديو بعد كده ان انا صورت طبعا المكان دوت اول ما دخلت اهو. بصوا يا جماعه، يعني اللي طبعا اللي فاهم في الدراجون هيعرف. بص الحقبه ادي المنظر كان كده، وادي النبات بعد. خلي بالكوا اهو في ثمره اهي، يعني النبات رد وادى ثمره ومكمل معانا اهو. فواخدين بالكم ان ده باين عليه ان هو من عمر زمني بعيد. الكلام ده كان في شهر 7 بالظبط، يعني اللسعة دي كان في شهر 7 و8. كملت معانا، اشتغلت، أثمرت، والنبات مكمل معانا المواسم اللي جاية. فيعني ده واضح قوي الكلام اللي انا بقوله. بصوا بقى منظر الشجرة عندنا عامل ازاي. شايفين النموات، ونموات ايه؟ مش نموات مسرولة بتاعت الشتاء، لا، نموات بتاعت عز الصيف. احنا كده بنتكلم اكننا في شهر 4 و5. يعني المنظر ده هيبقى موجود عندكم في مزرعتكم في شهر 4 الجاي ان شاء الله، 5 الجاي، مش هتلاقوه دلوقتي. يعني اي حد عنده مزرعة دراجون اهو هيقول لك لا التصوير ده قديم. لا احنا اهو 16/1/2025. اتحدى اي حد عنده مزرعة دراجون يكون عنده النموات دي، عنده النموات دي بالتخانات دي بالغزارة دي. بصوا احنا منزلين كمان منها اهو، اهو كل ده نازل اهو بالغزارة دي بالتخانات ديت في الوقت اللي احنا فيه. ده جه نتيجة ايه؟ زي ما بقول لكم كده، جه نتيجة ان هنا كان في عوامل كتيرة قوي معمولة مش مظبوطة واتظبطت في آن واحد، فالنبات ابتدى يرد بعنف شديد. اه اتغير 180 درجة. يعني انا بتمشى في الارض عشان بس ما تفتكروش ان دي شجرة ولا اتنين. اهو بص النمو، شايف النمو عامل ازاي. طبعا الناس اللي عندها خبرة شوية في الدراجون عارفين يعني ايه عقلة واحدة بالتخانة دي بالطول ده ولسه مكملة ما عقدتش. ما عقدتش يعني ايه؟ يعني ما عملتش عقلة هنا وطلعت تانية. كل ما العقلة زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديوهاتنا، كل ما العقلة تبقى طويلة. بص يا جماعة الجمال، بص يا جماعة الجمال اهو. كل ده نموات جديدة طالعة وبقوة، طالعة وبايه؟ وبقوة. يبقى نعيد تاني يا جماعة مع بعض. تظليل مهم جدا، والتظليل ما ينفعش ناخده كوبي وبيست. انا مزرعتي حاطط فيها 63، فانا يبقى مزرعتك ده اسمر، ده يبقى ازمن. كل واحد على حسب المنطقة بتاعته، على حسب نسبة الرطوبة اللي تبقى موجودة عنده. على هذا الاساس بنبتدي نشتغل في المزرعة بتاعتنا. المية، احتياجات المية، الناس اللي لسه دماغها لازقة فيها ان هي شغالة في صبار فاحتياجات المية قليلة. لا، هو ليه وقت احتياجات المية فيه بتبقى كتيرة، وليه وقت بيبقى احتياجات المية فيه قليلة، وليه وقت معين بيحتاج كميات مية عنيفة. وبقولها عنيفة. كل حاجة ليها وقتها، وعلى حسب عمر النبات وعلى حسب المرحلة الفسيولوجية للنبات. كل ده بيتغير، مفيش هنا قواعد ثابتة. عشان كده بنقول يا جماعة اللي عنده مزرعة أو لسه بادئ مزرعة يحاول يستشير حد عنده خبرة علشان ما يضيعش وقت ومجهود ومصاريف على الفاضي. فهنا ده المنظر بعد ما غيرنا السيران، زودنا المية، ادينا برنامج التسميد، ادينا برنامج مكافحة. بخصوص بقى برنامج المكافحة، طبعا انا ماشي في الارض اهو بقالي فترة ومفيش واحد فيكو شاف صدى احمر او البقعة الحمراء ان الناس كلها بتشتكي منها ان هي عاملة مشاكل وبتودي النبات الدراجون الى مراحل مش كويسة خالص، وممكن تقضي على اساسا زراعة الدراجون. طبعا هنا شغالين بالبرنامج اللي احنا نزلنا فيديو من كام يوم ازاي نقضي على البقع الحمراء. هل معنى كده ان الارض هنا ما فيهاش بقع حمراء؟ لا، فيها بقع حمراء بس ميتة، مفيش بقعة صاحية. ولو لقيت البقعة الصاحية هي بكرة هتبقى ميتة، لان العلاج هنا يومي. العلاج هنا يومي. الناس بتمشي بتبص على اي بقعة حمراء بمجرد الظهور بتبتدي تترش بالبرنامج اللي انا عامله وتتكافح، فتلاقيها ماتت في خلال 2 أو 3 بالكبير. فما فيش فرصة لانتشار المرض. عند بعض الناس التانية تلاقي الأرض متبهدلة وفيها إصابات كتيرة والموضوع ابتدى ينتشر. لا، أهو قدامك أهو، أهو مفيش أي
بقع. انا ماشي اهو في الارض كلها، احنا بنتكلم في 10 فدان ماشيين فيه اهو، مفيش اي بقع خالص. بص ادي الدراع اهو، مفيش اجمل من كده دراعات اهو. وادي السمر بسم الله ما شاء الله عليه. اهو احنا في 16/1 يا جماعة، وادي منظر السمر عندنا اهو. ادي سمر تاني اهو 16/1/25 سمر تاني اهو. نموات واسمار نموات. بصوا بقى كده من فوق، منظر من فوق، كل النموات اللي طالعه فوق دي اهي، كل ده اهو نموات جديده، كل دوت نموات جديده في الارض. اظبط سيرانك، معدل التظليل، اظبط ميتك، اظبط تسميدك، اظبط المكافحه بتاعتك، تاخد دراجون زي الشهد. هتلاقي مفيش اي مشاكل عندك في الدراجون خالص. النبات مش صعب، ولكن محتاج معرفة بيه وبالظروف اللي انت فيها، مزرعتك، نوع تربتك، نوع الجو اللي انت فيه، البيئة اللي انت عايش فيها. كل دي حاجات، لان احنا جايبين نبات مش بيئته مصرية وبنحاول نكيفه على البيئة المصرية. فالبيئات المصرية مختلفة من حيث التربة ومن حيث المناخ، من حيث حاجات كتيرة قوي. فلازم بص يا جماعة ادي الدراع، بصوا جمال الدراع يا جدعان اهو. الدراع 4 صوابع، والدراع أكبر من ال4 صوابع. ربنا يبارك لأصحابها وربنا يوفقهم. والحمد لله الواحد وصل المزرعة من المنظر اللي أنا كنت شرحته لكم للمنظر دوت. ودي أهم حاجة عندي، إن ما يكونش حد واقع في مشكلة في الدراجون وما نساعدهوش إن هو يوصل للمرحلة ديت. هنا أتوقع الفدان يوصل على الأقل السنة الجاية اللي هي 4 طن للفدان دراجون إن شاء الله، ويكون إنتاج مثمر ويعوض تعب الناس دي عن السنة اللي فاتت اللي كان فيها سوء حظ أو سوء فهم بالدراجون. وتتدخل لهم إن شاء الله اللي يعوض لهم عن المصاريف اللي هي عمليها. ودي طبعا الزرع زي ما انتم شايفين طبعا بالقوة دي إن شاء الله، وإحنا في شهر 1 أهو. فإن شاء الله السنة الجاية يبقى الدنيا أحسن بكتير، وإنتاج إن شاء الله وفير، وربنا يوفقنا. لو في أي استفسار عن أي حاجة أو سؤال عن أي حاجة، أو لو حد عنده زرعة معينة عايز منها فيلم فيديو يوضح كل حاجة فيها، يا ريت تعرفونا في التعليقات، وإن شاء الله أعمل فيلم فيديو عنها أشرح لكم فيها كل حاجة. ايه وايه التحديات اللي قابلتك في الفترة ديت، او كان في مشاكل موجودة ايه واتغلبنا عليها ولا لأ، واتغلبنا عليها ازاي لو اتغلبنا عليها؟ في بداية مجيء حضرتك هنا كان عندنا مشكلة الحرارة. حضرتك طبعا اقترحت لنا موضوع إن احنا نعمل تظليل تاني، والحمد لله غلبنا على الموضوع. الحر ده كان عامل مشكلة كبيرة جدا، كانت كل الأدرعة دي كلها كانت محروقة. طبعا لما عملنا السيرام ده الحمد لله ولون الزرع كان لونه ايه بس؟ كان مجهد جدا من الحرارة، مجهد يعني. وكانت ضربات الشمس كانت كتيرة خالص، لدرجة إن الشجر ده كان بحاله شبه محروق، يعني ما كانش فيه أصلا إنتاجية خالص. بعد ما عملنا الحمد لله السيرام ده ابتدى الإنتاج يجي. هو جه متأخر صراحة بسبب إن الحرارة، بس الحمد لله مجرد ما احنا عملنا السيرام ده اتحصلنا على شوية محصول كويس السنة دي. ويعتبر الزرع فاق بعدها تقريبا طبعا بقد ايه من الصران تقريبا يعني؟ مفيش 10 أيام امم النتيجة بانت، في خلال أسبوعين 2 كانت جاهزة خالص يعني. يعني موضوع الصران ده فرق جامد في الأرض. طبعا فرق جامد يعني. والحمد لله رب العالمين ان احنا عملنا كده في الموسم. يعني هو جه في المتاخر، بس احنا ما كناش هناخده لا انتاج ولا شجر، لان كانت امم بتنتهي اول باول. طب ودلوقتي حاسس ان الشجر عامل ازاي الحمد او؟ لله الشجره كويسه جدا، واحنا مسيطرين على موضوع الصدى والحاجات اللي هي بالنسبه للاعفان.
والحمد لله احنا كشفنا الاسبوع ده، كشفنا السيرام عشان ما يحصلش سروله عندنا، اللي احنا ابتدت الارض ان هي تحس بالسروله، فاحنا بقالنا كده 10 ايام شايلين السيرام ده. تمام. وطبعا هنيجي في شهر بقى ان شاء شهور الله الحر اول ما نحس في باجهاد بدايه بكل بساطه نروح جايبين السيران دوت فاردينه تاني زي ما كان. هنرجعوا تاني ان شاء الله في شهر يبقى احنا 4 كده اخدنا في فتره و10. الشتاء اللي احنا عايزينه منه، وفي فتره الصيف حمينا زرعنا. الحمد لله رب العالمين، والبركه في حضرتك والله يا باشمهندس. احنا حاجات كتير جدا كانت فايتانا بصراحه. البركه في حضرتك وان شاء الله الموسم اللي جاي هيكون موسم ان شاء الله، ان شاء الله قد اللي فات ده 100 مره. باذن الله ان شاء باذن الله الله سبحانه بتعاونكم يا باسم، ان شاء الله ان شاء المزرعه الله، تبقى زي الفل ان شاء هنا الله بامر الله سبحانه وتعالى. على خير ان شاء الله يا باسم. بامر الله. شكرا يا باسم، شكرا يا حبيبي، حبيبي يا شكرا. هندسه، حبيبي. شرفتنا ونورتنا يعني. الله يخليك، شكرا.